نظرية ماركس ولينين هي في الحقيقة ضد البشرية وخاصة ضد المسلمين. كان القرن العشرون أكثر مراحل التاريخ دموية منذ خلق الإنسان على وجه هذا الكون. قتل فيها 250 مليون في الحروب والمجازر الجماعية والجرائم السياسية باسم الإيديولوجيا التي أطلقت على نفسها الشيوعية. هذه الإيديولوجيا وعدت الإنسان بالعدل والمساواة بيد أنها لم تجلب له سوى الدماء والدموع والموت والخوف والدمار. كانت نتيجة هذه السياسة وهذه الإيديولوجية وهذه العقلية 20 مليون قتيل في الاتحاد السوفيتي المنهار، 65 مليون في الصين، 3 مليون في الفيتنام، مليونان في كوريا الشمالية، مليونان في كمبوديا، 6 مليون في الدول الشيوعية في شرق أوروبا، 150 ألف في أمريكا اللاتينية، 1 مليون فاصل 7 في إفريقيا، 1 مليون فاصل 5 في أفغانستان، 10,000 بسبب الحركة الشيوعية الدولية والأحزاب الشيوعية التي لم تصل إلى السلطة. نجد في الجملة أكثر من 250 مليون ضحية في الحروب والمجازر الجماعية والجرائم السياسية التي قامت باسم الاشتراكية وباسم الماركسية اللينينية وباسم النظرية الشيوعية. وفي تونس مع كل أسف نجد أن هناك ما زال من يؤمن ويتبنى بل يريد تطبيق هذه النظرية. والغريب العجيب والشيء الذي لم يتفطن إليه كبار الساسة والخبراء والمؤرخين والأكاديميين أن تهمة الإرهاب والقتل والتنكيل موجهة حصريا للإسلام وللمسلمين، وبشاعة جرائم الشيوعيين سوف تبقى فقط للمؤرخين، لتلصق تهمة الإرهاب في العالم أجمع للإسلام وللمسلمين. باش يعرفوا التوانسة الفرز بين الغث والسمين لابد نذكروهم مواقف بعض أشباه السياسيين مثل حمل همامي مكونات الجبهة الشعبية، واللي قعد بن علي يحرك فيهم عبر أجهزته الخاصة كيف ما يحب ووقت ما يحب، خاصة لضرب التيار الإسلامي. شاهدوا هاللقطات ثم نعود. حركة النهضة اليوم لا قيم ولا مبادئ ولا برنامج. حركة النهضة اليوم لا قيم ولا مبادئ ولا برنامج. تعرفوا أنه حزب العمال في المؤتمر الأخير نتاعو تخلى عن صفة الشيوعية، هذا يعني أنه محمد همامي ما عادش ماركسي لينيني، ما زلت شيوعي وإلا لا؟ ما زلنا. ما زلت شنو؟ مش معناها رانا تخلينا على المحتوى، ما زلت شنو محمد همامي كي تقول ما زلنا؟ طبيعي جدا ما زلت اشتراك. مرجعيتك ما زلت ماركسي لينيني أنت؟ طبيعي جدا. المبادئ كذايا؟ طبيعي جدا. بالنسبة للجبهة الشعبية شو كيفاش؟ لا هي اشتراكية، لا هي شيوعية، لا هي يسارية، هي جبهة وطنية تقدمية اجتماعية ديمقراطية. حركة النهضة اليوم لا قيم ولا مبادئ ولا برنامج. حركة النهضة اليوم لا قيم ولا مبادئ ولا برنامج. تحياتي والسلام عليكم. هذا جزء ضئيل جدا من الخطاب الإعلامي اللي يستعمله حمل همامي والجبهة الشعبية لمغالطة الرأي العام التونسي باش يوهموا بعض التوانسة أنهم أصحاب نظرية ويحبوا يحكموا البلاد ويصلحوا البلاد. والنوعية متاع اليساريين الشيوعيين هذوما خدم بهم بن علي كيما حب واشتهى، واستعمل معهم نظرية كف وكعبة حلوة، أو كان قدموا له خدمات وخاصة على الإسلاميين يريد الجو وتمشي الدزة، وإذا ما مشاش الأمور بيناتهم يقع إيقاف البعض منهم لفترات وجيزة، وبعد يقول لك احنا مناضلين كبار ووقفنا ضد بن علي. وهذا اللي يحصل مع حمل همامي. ومناقص كان يبني له في كل قناة وفي كل إذاعة تونسية مقر خاص لسيادته، وخاصة في قناة الوطنية الأولى والثانية، واللي التوانسة أصبحوا يشعروا أنهم كأنهم ملك للجبهة الشعبية والأحزاب الشيوعية، واللي هي في الحقيقة الواجهة الأمامية والأساسية للاتحاد العام التونسي للشغل. هاتوا نراو الحجم الحقيقي للجبهة الشعبية وخاصة الحمل الهمامي الناطق الرسمي لها بالنسبة للشعب التونسي، ونقارنوه بأحزاب أخرى أقوى منه وظهوره الإعلامي الغريب والعجيب والمكثف في جل وسائل الإعلام في تونس. ونأكد لكم أن وراء هذه الخطة الإعلامية لوبي كمال الطيف، واللي هو رئيس جهاز مخابرات بن علي. وكما قاعدين تشاهدوا أمامكم نتائج انتخابات 2014 الأخيرة، الجبهة الشعبية الرابعة ب124,000 صوت و654، يعني ب 3.66%، وعندها 15 مقعد وتمثل 6.9% من نواب الشعب التونسي الكريم.
والسؤال اللي لازم يسألوه التوانسة، الحضور الإعلامي المكثف للجبهة الشعبية هل أنه يقابل حجمها الانتخابي واللي اختاروا الشعب التونسي بكل شفافية؟ الجواب بالطبع لا وألف لا، مع العلم أن نذكر التوانسة أن مكونات الجبهة الشعبية فيها 12 حزب وعندهم 15 مقعد، يعني كل حزب في الجبهة الشعبية عنده نائب فاصل. ماذا بيا المعلومة هذه توصل لكل التوانسة، كل حزب أو مكون من الجبهة الشعبية عنده نائب فاصل، وهذوما مع كل أسف شديد نلقاهم هم اللي يحكيوا في الإعلام وهم اللي خططوا لتونس وعملوا بالمثل اللي يقول ضحكوا له وتمد على طوله. ونذكروا توانسة في تصريح شهير لحمد الهمامي مرشح من الانتخابات الرئاسية الفارطة هو حسين العباسي. وتو مش يذكروا توانسة وخاصة الشباب التونسي اللي ما يعرفش الحرب الطاحنة اللي حلوها اليساريين والشيوعيين ضد حزب النهضة الاتجاه الإسلامي سابقا، وفين وصلت بهم الدناءة والقذارة السياسية. هذه شهادة من عصام الشابي. وخذوا مع كمال طيب وشرب الناري خليني سكت شيوعيين تحملوا وقت اللي عملوا كاسات تعليل عريض وطلعوا في ايديه هو مربوط واحنا وقفنا ضدها. ما علمنا عم تستحملوا جابوا له كاسات قالوا راه ضد الديمقراطيه في الاعلام وعملوا به قضيه في البحث وبعد ما جابوهاش خاطر كذبه في نفس الجريده عملوا كاسات تعليل عريض وقالوا في ايديه وهو مربوط وعملوا له اضراب. وبعدها التاريخ الأسود للشيوعيين واليساريين التوانسة وعلى رأس محمد الهمامي جايين تو يقول لك نحن البديل ونريد أن نحكم تونس. وقال لك زاد الشرعية الانتخابية حكاية فارغة ما عندها حتى معنى، أي نقولوا في الفترة الانتقالية الكلام هذا ربما مقبول، أما بعد ما ترسخت مؤسسات الدولة سي محمد الهمامي ما يحبش يعترف بالنتائج الانتخابات. كل المظاهرات اللي قامت بها الجبهة الشعبية أو الأحزاب الشيوعية واليسارية في تونس ما فاتش عدد المظاهرين نتاعها بضع مئات، ولكن بحسابات حمد الهمامي هذوك يعتبروا ملايين. والحكاية وما فيها أنهم يندسوا في الاحتجاجات الشعبية واحتجاجات البطالة ويدعي ويوهم في روحهم أنه الشعب التونسي الكل رهب، وهو والجبهة الشعبية متاعه ما هم إلا بيدق في يد كمال طيف وأمثاله يلعبوا بهم وقت ما يحبوا ويرميهم في القجورة متاعهم وقت ما يحبوا ويخرجوهم من القجورة وقت ما يحبوا حسب الظرف السياسي وحسب المعطيات اللي قاعدة تصير في البلاد. وهذا اللي يحصل بالضبط مع الترويكا وقاعد يحصل إلى حد اليوم.